دكتور محمود، لو قدامك دلوقتي حد بيسألك جربت كل حاجة وبرضه مفيش فايدة، تقول له ايه؟ هقول له ممكن تكون جربت كل حاجة بس ما كملتش ولا حاجة للآخر. الحاجة التانية ممكن تكون جربت حاجة أصلا مش ماشية معاك، وده اللي أنا دايما بقتنع بيه، إن كل شخص بيترسم له بلان للدايت مختلف عن الشخص التاني. فلو هو ابتدى بحاجات كتير وجرب تجارب كتير بس ما كملش ولا حاجة للنهاية وما اختارش طريق صح يمشي فيه، مش هيوصل. نفس اللي احنا كنا بنقوله، إن أنا مفروض أعمل له تحليل أختار له نظام الدايت المناسب ليه حسب مواعيد صحيانه ونومه، حسب مواعيد الوجبات. لو هرشح له كارت مساعدة هرشح له كارت مساعدة مناسب ليه حسب التجارب السابقة. يعني ممكن يكون جرب بلان واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وحسب الهيستوري بتاعه وهو ما خسش، فمش هبتدي بنفس البدايات تاني. لازم أقدم له حلول جديدة وأقدم له حاجات مبتكرة ترفع له معدل حرق الجسم وتساعده في قفل الشهية، زي الجيل الأحدث من الأدوية اللي نازلة في التخسيس، حقن البروس ليف دي نتائجها كويسة جدا. ولو أي حد جرب يعني بلان تانية غير البروس ليف، البروس ليف مختلفة تمام، وتوصله لتارجت عمره ما وصله في أي دايت سابق.